السلام عليكم الاخوان. شوفوا معنا ردة الفعل ديال المشاهير المغاربة بعد عن تقصات السنغال. فرجة ممتعة. قصه ستي باش سيدي ربي تيبغي يعلمك واحد الدرس، تيبغي يلقنك واحد الدرس، تيصيفطك لكاس العالم وتتلعب تتكون رابح ب2-0 دقيقه 85. تيجي واحد خونا سميتو لوكاكو تيعطيك واحد الهدف، تتكون انت راه باقي الحظ. دقيقه 88 دابا بقات 2 دقائق، غادي يزيدونا واحد شويه دقائق اضافيه وغادي يربحوا وغادي نتاهلوا للدور 16. لا لا لا، سيدي ربي عنده بلان اخر. تجي واحد الرفعه بحال هكا، ناري اش داروا لكم، ناري. المهم تعادل 2-2، نقولوا 2-2 ياك. غنمشيو اشواط الاضافيه، غنمشيو لضربات الجزاء ياك. لا لا لا، سيدي ربي عنده واحد الفكره اخرى، باغي ربي يبغي يعلمك واحد الدرس، بغى يعلمك واحد الدرس. دقيقه 120 بينالتي بينالتي. ناري على درس ناري على درس، وراه ما يمكنش. وراه سيدي ربي وسيدي ربي وسيدي ربي عرفتي عطاكم داك الشيء النيت اللي درس لقنكم درس باش ما تبقاوش تجيو لافريك وتحقروها، تبقاو تجي للمغرب وتحقروها. دير دابا هز قشاوشك وخرج من الملعب، هز راك عقلتي شنو قالوا الفيفا قبل بدايه كاس العالم؟ قالك اللي انسحب شنو يوقع عليه؟ يلا انسحب دابا. والله لا درس. الله الحمد لله حنا ما تتشفاوش فيكم، ولكن بغيناكم تعلموا باش تبقاوش تحقروا الناس اللي بحالكم، تحقروهم تمشيو لبلايص بحال هكا وتتبقى ساك. هاو قول لهم ديك ها الالهي. شحال من مره كنقولها لكم، كنقول لكم راه اي واحد تظلم، سواء كان شخص، سواء كانت امه، سواء كانت مجموعه، فربي غادي ياخذ الحق. ربي كياخذ الحق، الله من اسماء الحسنى ديالو الحق. واليوم شفنا الحق الالهي كيفاش تجسد. السنغال داكشي اللي بغاو يديروا في المغرب تدار فيهم. وهنا كنتعلموا حاجه واحده اخرى، من غير على ان مساله ديال الحق الالهي كيتحقق، هو على ان الغلط ديالنا. كتعرف بعض المرات شتي واخا الحاجه تكون مفيده، بحال مثلا دابا الماء، الا كثرتي الواحد عطيتيه الماء راه يقدر يموت، الا كثرتيه من الاكل اللي هو مزيان يقدر يموت. فايضا طيبوبه وحسن التعامل كتكون مزيانه، ولكن كتكون واحد الحد وكتعرف معامل. لان بعض المرات للاسف كاين اللي ديك الطيبه وداك حسن التعامل كيعتبروه بانه ضعف. المهم الحمد لله الحق الالهي تحقق. شنو عاوتاني نعاود نفيق الجيران مساكن ناعسين ما دارين والو وانا منوض الروين. Tiao, penalty, dernière minute, temps additionnel, et il n'a pas quitté le terrain. C'est l'éducation des Marocains. Quand c'est un Marocain qui fait ou qui refait ton éducation, tu deviens un homme. On crée les hommes. Voilà. Même quand tu arrives et tu n'es pas les hommes, tu deviens les hommes. Anyway, bonne route les Sénégalais. Belgique rec. لبلجيكا يا الراك فضيحه، خليتنا فضيحه. يا الراك فضيحه، افريقيا كامله خليتها فضيحه. الله يهلكك، كنت رابح 2 بلاش، دقيقه 85 رابح 2 بلاش. شوفوا الوقت، دقيقه 85 رابح 2 بلاش، تكمل 90 دقيقه متعادل 2-2. في الدقيقه 119 تعطيهم ضربه جزاء. تو انت ماشي ضربه جزاء، ضربات الحظ تعطي فيهم في ضربه جزاء. علاش؟ يا الراك فضيحه، قعدت انت فضيحه، خليتونا فضيحه. وكا ساديو ماني يتفرج، يا راك فضيحه. قعدنا كان هذا ماتش، تو هذا من السذاجه كرويه. كنت رابح وخليتهم يرجعوا في المباراة ومشيت معاهم أشواط إضافية وتعطيهم ضربة جزاء قبل ما توصلوا لضربات الجزاء. في الدقيقة 119 و30 ثانية تعطي ضربة جزاء البلجيكية وتسجلها 3-2. بلجيكيا تعمل ريمونتادا خيالية على السنغال. كنا شايفين السنغال مترشحة، المعلق يتكلم السنغال مترشحة، وبعد الريمونتادا خيالية، ضربة جزاء في آخر دقيقة والهدف الثالث لبلجيكيا. 3-2 لبلجيكيا وتترشح بلجيكيا. سيناريو غير عادي والسنغال باي باي. سذاجة كروية إفريقية كالعادة نشوفها مرة أخرى. نفس الكلمة اللي قالها حاتم طرابلسي، سذاجة السنغال خلت الماتش يضيع ما بين يديهم اليوم. حال الكرة السنغالية والله. الكرة الأفريقية
حزين على الكرة الافريقية. الواحد حزين على حال الكرة. جيجا باي باي الطيارة. علاش بوكم ما انسحبتوش؟ وكون انسحبتوا علاش ما انسحبتوش؟ واختي الريمونطادا تبقى في التاريخ ديال بلجيكا، الله يعز بلجيكا اختي. يعني لو حدا قال قبل فترة انه اللي صار مع السنغال بنهائي بطولة افريقيا رح يتكرر بنهائي بكأس العالم، مين كان حيصدق؟ ركلة جزاء باللحظات الأخيرة، نفس ركلة جزاء اللي حصلوا عليها المغرب باللحظات الأخيرة وانسحبوا من بعدها السنغال. بس هيدا كأس العالم ما فيهم ينسحبوا. عم صدق حياة الله ما عم صدق اللي صار. يا مين داعي عليهم؟ يا لقسوة كرة القدم. السنغال تقدموا 2-0 وبلجيكا قلبت الطاولة عليهم 3 مرات، مرتين منهم كان بوقت قاتل. انتم بكل حيادية كأس عالم يفضح ازدواجية المعايير ما بين كأس افريقيا واكبر حدث كروي عالمي اللي هو كأس العالم. علاش؟ لانه كيوقعوا سيناريوهات مشابهة لما وقع في كأس افريقيا. حتى شي واحد ما كيحتج، حتى شي واحد ما كيهضر، حتى شي واحد ما كينسحب. بقاو في التيران، صفر بلانتي في الدقيقة 119. ما كاين لا خلط السياسة بالرياضة، لا بلجيكا عندهم القجع، لا الفيفا كتوقف مع بلجيكا، لا حتى شي حاجة. في المغرب تنظم كأس افريقيا ونظرك الاعلاميين المسعورين منين تبدا المنافسة هما كيعتبروه بانك مساند من طرف الكاف، وعندك القجع يتحكم في دواليب الامور ويشحنوا الشعب ويشحنوا المشجعين ويكرهوا قاره كامله في بلد كرويا ما بين قوسين، وفي اخر المطاف يجرؤون على انهم يخرجوا من التيران اكثر من ربع ساعه. علاش؟ لانه الحكم رجع للفار وقرر بانه هناك ضربه جزاء. هاد ازدواجية المعايير كتبين اولا واخيرا كما قلنا قبل الضعف ديال الكاف. الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ملي كتجي شي ازمه ما كيقدروش يتحكموا في الامور. وعندنا المثال واضح ديال مباراه الوداد البيضاوي مع الترجي التونسي اللي تعطات فيه كاس لفريق الترجي وسط ازمه اللي هي كبيره، كان على الاقل خاصها حل. لانه ما يمكنش تجي تقول لي انا الفار خاسر وتحيد لي بيت وتقول لي لا راه علمنا اللعاب. هادشي ما كيكونش بحال هكا. اذا انا كنظن بان هادشي اللي طرا اليوم ما كنبغيش انا نخلط الامور ونقول لك العداله الالهيه ولا اي حاجه. هادشي كيبين بان واحد الناس كيوليو صغيورين بزاف ملي كيكون القانون يطبق بحذافيره وملي كتكون الجهه المنظمه قويه. وهنا كنهضر على الفيفا، ما كنهضرش على الامريكان والمغرب، انا كنهضر على الفيفا مع الكاف. السنغال باي باي السنغال باي باي السنغال باي باي السنغال برا. يلا نسحبوا الله ينعل. خشي في الشبكه، خشي في الشبكه، خشي. السنغال بلجيكا كما كتعرفوا انا عايش في بلجيكا، ولكن السنغال مسلمين افارقه بحالنا، حشومه نجيو حتى لاخر لحظه ونخويو بخوتنا البلجيكيين. الي لي ديابل. شي المدرب ديال السنغال والله الا صدق عيان وحق الله العظيم. عرفتي كانت عنده واحد المناوره تكتيكيه ممكن يديرها من مورا ما تقلب عليه الماتش، ولكن ما عرفتش علاش ما استغلاش وما دارهاش. انا بعدا بلاصتو عرفتي راه باينه وكلكم غتعرفوها. كان ينسحب اصاحبي، كان ينسحب. اتس نوت فير انا نشد الماتش كامل والتل 86 وانا شاد الماتش وقريب ماركي الثالث وبلجيكا مسيطر عليها ومحيد عليها الخطوره وما دايره حتى شي حاجه وتجي تعادل معايا في 3 دقائق. راه ماشي معقول بحال كي كان وقع عليه ضد المغرب. ماشي معقول تعطي بيلانتي للمغرب في الدقيقه 94 هو ينسحب وهو يدير البطوله ديك الساعه عاد عاودت حيدها ثاني المحكمه. كون دابا كون
وانسحب عاوتاني نقول لهم اجيو الدراري نمشيو فحالنا، يقول لهم عودوا الى السنغال لا نريد شيئا. ما عرفتش ما دارهاش والله العظيم. بان لكم المدرب السنغال في التسريح شنو قال؟ في التسريح ماشي في التصريح، في التصريح شنو قال؟ قال لك ما وقع والو، الحكم ما تعداش علينا، البيلانتي حقيقي، الهدف اللي تماركا بهذيك الطريقه حقيقي، كل شيء هو هذاك، كل شيء زوين. شكرا امريكا رغم انكم قلبتونا ودرتوا فينا حاله، شكرا للجميع، دوزنا زوينه العصا لمن يعصى. والمدرب ديال بلجيكا قال لهم حنا كنعرفوا الفروق الافريقيه بان كتلعب مزيان الشوط الاول، ولكن ما عندهاش باش تكمل. وكنقول للمدرب ديال بلجيكا حذاري ثم حذاري، راه الا تلاقينا كنعاودوا لك حنايا العاود الحساب من جديد. المغرب ما كاينش بحالو والباقي تقليد. المهم ان شاء الله حاسبه غنبقاو غير بوحدنا. اش بان لك؟ هاد الريمونتادا دارت بلجيكا على السنغال. اجي انا كنت كنتفرج تقريبا حتى الشوط الثاني، كنت كنقول صافي ما بقيتش نتفرج، راه السنغال رابحين. ونرجع نشوف لي ستاتستيك لقيتهم تقلبوا عليهم. المهم حنا راه معاكم بلجيكا وتندعيو معاكم من القلب. السنغال غتنسحب. المهم شوفوا معنا كيفاش السنغال غتنسحب. الاخوان عندي اصول انايا بلجيكيه وهذا اتباع. لقيت عيط لماما، قلت لماما صيفط لي الشجره ديال العائله ديالنا، رسمت هديه زعما صيفطات هديه، انا نحطها لكم هنايا. هذه شجره العائله ديالنا، هذه شجره العائله ديالنا، انا نكبرها لكم. ها هي شوفوا الاسره منين كاينه. بلجيكا تما ما كايناش، كاينه سويسرا تما ولا ما كايناش، كاينه استراليا تما ولا ما كايناش. كتبت عليكم رسمتها بيدي. شي يخصوني يمهل ولا يهمل. مع احترامي لكاع الاصدقاء السنغاليين اللي عندي، داكشي اللي دار المنتخب ديالكم في لاكان وخاصه المدرب ديال خرجوا علاش حيت عطاهم بيلانتي في الدقيقه 90. كتاب لكم تقصاو في كاس العالم ببيلانتي في الدقيقه ماشي 90، من الدقيقه الاخرى ديال الماتش. والله ما كنامن بهذا الشيء كاع، ولكن راه ما يمكنش تقول لي هذا الشيء مشيت الشرفه. مغاربه شرفه يا خويا، ما تلعبش معانا داك اللعب. حق ربي الا كانوا غيتورخوك وخرجوا للساحه بالرجوع. كاع ستي كونسيستنت. كنتي غتنسحب خصك تنسحب ديما، خاصك تنسحب معانا حنا. القى نخرجوا نحتفلوا. هنايا الاخوان يكون الفيديو ديالنا تسالى. الى عجبك ما تنساش دير واحد سبسكرايب وواحد لايك، واعطينا الراي ديالك في التعليقات. نشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.